هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعينا مستمعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفتي عبر الهاتف الدكتوره نرجس حصاف، اختصاصيه بامراض الانف والاذن والحنجره وجراحتها، وموضوعنا هو بخص الحنجرة أيضا، موضوع الحساسية الربيعية. بتعرفوا أنه بفصل الربيع بيكتر هالحساسية هاي. لحتى نعرف المعلومات الأكثر عن هاي فبنستضيف الدكتورة نرجس. نحن وأنتو خلونا نرحب بالدكتورة نرجس. يسعد مساكي دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة، بفصل الربيع، ببدايات فصل الربيع بتكتر الموضوع الحساسية أو بتتأزم ربما، إذا صح التعبير، لعند بعض الناس اللي عندهم هالحساسية هي. يا ترى شو هي الحساسية كتعريف إذا صح التعبير؟ الحساسية هي رد فعل طبيعي عند الإنسان، بس إنه رد فعل لجسم أجنبي يدخل جوات داخل المخاطيات، اللي هي نحن نحكي عن الحساسية الأنفية أكثر شيء. مهم. فرد فعل إنه جسم بيحاول يطالع هالأجسام الأجنبية اللي دخلت على الأنف أو على الحلق، على مهم. المخاطيات. نعم. ففي أشخاص بيكون رد الفعل عندهم أقوى من اللازم يعني. مهم. ففي خلايا، هي خلايا هستامينية بنسميها، هي اللي مهم. بتستقبل هاي الأجسام الأجنبية. فبدل مثلا إنه بدها برد فعل بسيط أو بسعلة بسيطة إنه تطالع هالجسم الأجنبي أو بعدسة بسيطة، فبيكون رد الفعل أقوى من اللازم. مهم. بيترجم بمثلا بالعطاس الزيادة، بسيلان الفائض، بالسعلة القوية. نعم. فهي رد فعل زيادة عن اللزوم بجسم الإنسان بشكل مبسط يعني. تماما. دكتورة، آلية حدوث الحساسية والأسباب المحرضة له، يعني خلال حديثك أو شرحك لهالموضوع هذا، بين معنا أنه الحساسية من شو الأسباب. يا ترى الأسباب المحرضة لهالشي هذا، لو تعرفين عنه. هو الحساسية في عامل وراثي، مهم. بيكون في استعداد شخصي عند الإنسان بأنه يكون عنده حساسية زائدة من غيره. في استعداد مثلا في عائلات معينة يكون عندهم استعداد للتحسس هو أكثر من غيرهم. مهم. فمثلا إذا الأب عنده حساسية ففي احتمال عالي يكون الابن كمان متحسس. إذا تماما. الأم والأب متحسس عندهم حساسية فالاحتمال أكثر مهم. بيزيد إنه يكون الطفل كمان عنده حساسية. الشغلة الثانية هي التعرض الزائد. حتى مثلا شخص ما عنده عوامل وراثية، ممكن التعرض الزائد لنفس المحسس بشكل زيادة عن اللزوم، متكرر متكرر متكرر، فبيصير عنده بيتحرض هذا رد الفعل مهم. كمان بيعلى شكل حساسية نحو هذا المحسس المعين. إن مهم. كان مثلا غبار طلع، إن كان دخان، إن كان غبار عادي، حسب المحسس المحيط فيه يعني. مهم. كان ربما تكون مواد كيماوية مثل يعني اللي بيشتغلوا بمجال الدهان والطلاء وهالأمور المواد هاي أكيد. الكيميائية، مواد دوائية، ممكن مواد أيضا. أي ممكن يعني. منظفات ربما أيضا أي. كمان. دكتورة، الأعراض لما هي صراحة الأعراض بتكون واضحة عن المريض اللي بيصاب بهالحساسية، ولكن أنتم كأطباء شو هي الأعراض اللي بتظهر على مريضكم، وكيف بتشخصوا هالمرض هذا عندكم؟ هلا أول شيء الأعراض هي مثلا بتكون بحكة أنفية، سيلان زائد، سيلان مصلي بنسميه يعني، مو مهم. قيحي، مو إنه بين، مو أخضر، يكون مائي يعني. شفاف ربما. في العطاس الزائد، مهم. في الحكة العينية، الحكة الأنفية، الدماع العيني، مهم. احمرار الأنف،
حكي في سقف الحنك، حكي بلعوم ربما. بالبلعوم، حكي حتى بنهاية البلعوم عند الوصل بين البلعوم مهم. والأذن الوسطى، يعني عند مدخل نفير الأستاذ. تماما. فكتير كتير بيكون في هون حكي، في سعال أحيانا، طبعا السعال يكون جاف. مهم. هلا هون بيكون عادة الأعراض التحسسية ما بتترافق مع حرارة، ما في اها. حرارة، حلو. ما في ترفع حراري، إلا بالحالات اللي بيكون دخل فيها المريض بالاختلاطات. مهم. يعني بيكون إنه هي بدت بشكل حساسية، بس ممكن هي سببت للمريض التهاب جيوب أو التهاب قصبات قيحي أو شيء، فبهالحالة يكون صار مهم. اختلاط، فهون ترتفع الحرارة. بس مهم. بشكل طبيعي الحساسية ما بترفع الحرارة. مهم. دكتورة، كيف بتميزوا أو وجه التشابه بين موضوع الرشحة والزكام؟ أحيانا تكون الأعراض المرافقة له مشابهة. كأطباء كيف بتميزوا أنتوا عندكم أنه سواء هاي بين عندكم أنه هذا زكام أو هذا حساسية؟ مو أول شيء قلنا مهم. إنه مثلا موضوع الحرارة، هلا مهم. بالزكام بهالأمور الثانية بيكون في حرارة مميزة، في ألم الحلق، ألم البلعوم. بالحساسية ما في ألم، في مهم. حكي أكثر من إنها ألم. نعم. يعني في حكي إنه في بيحس المريض بقول لك إنه أنا عندي حكي بسقف الحنك، عندي حكي مهم. بالإذن وحكي بالبلعوم. ما في ألم. مهم. الألم هذا بيرجح يكون مثلا بزكام. مهم. كمان القصة السريرية، تكرار الحادثة، الجريب الطبيعي أو الزكام طبيعي ماكسيموم بيطول لك شيء أسبوع مثلا، نعم. بينما الحساسية بتطول أكتر. مهم. طالما في تعرض للمحسس بيكون في علامات تحسسية. مهم. ممكن كمان بالنسبة للعلامات بالفحص يعني مهم. بيكون نحن مثلا بالجريب، بالزكام، بالالتهابات الجرثومية أو الفيروسية بيكون في احتقان. الاحتقان يعني يمكن إذا بدنا نترجمه هو احمرار، مهم. احمرار بالمخاطيات. بينما بالتحسس بيكون في شحوب، مهم. في شحوب مع أحيانا نقول مزرقة، يعني تمام. مخاطيم مزرقة مايلة نحو الزرقة. مهم. بينما بالإنتانات بتكون محمرة، يعني في توعية زيادة عن اللزوم فيها. مهم. تماما. دكتورة، من حسن الحظ انه التشخيص بيبين موضوع هلا يا ترى بتحتاجوا لاجراء تاني لتشخيص حالة الحساسية، مثل اجراء تحليل معين او فحص او اختبار معين عندكم بالعيادات الاذنية مثلا، ولا بتكتفوا بالفحص السريري لحتى بتجزموا او بتشخصوا المريض دكتورة؟ هلا نحن حاليا بنكتفي بالفحص السريري بصراحة مع القصة مم. السريرية. بس هو في اختبارات تحسسية، مهم. هي مثلا بتجي جلدية، تحسسية جلدية أو تحسسية أنفية. مهم. بيكون مثلا بينحقن مواد محسسة، يعني مثلا مهم. في أنواع كثيرة من المحسسات، شيء نعم. يعني لا تحصى. اكيد. بس انه حسب الشيء الاشيع ضمن المنطقة مهم. بتنحقن بالأدمة، فبيبين رد الفعل على الجسم مهم. على اي مادة. مهم. انه مشان نتعرف على المحسس، شو هو المحسس، وبينعطى المضاد لهذا المحسس، يعني بحيث مهم. انه مثل لقاح يعني. بس مهم. للاسف والله مو متوفر عندنا بالقانون. تماما. دكتورة، لو نرجع لموضوع المسببات أيضا خطر على بالي سؤال آخر. للبيوت، في بيوت منهم بيحوا حيوانات منزلية، حيوانات أليفة، يا ترى هدول كمان بيسببوا الحساسية؟ ايه، في ناس كتير عم تتحسس من الحيوانات الأليفة. مهم. يعني من هو من كتير في ناس تتحسس مثلا من الريشة. مهم. في الوبر. من البراز. مهم. من البراز ممكن يتحسسوا. مهم. أو مثلا قطط الكلاب، هدول من مهم. الوبر في ناس تماما. كتير عم تتحسس منها. مهم. حتى من المواشي مثلا، أكيد. في مفرزات معينة بتطالعها المواشي، أو حتى الرائحة الصوف يعني، أيضا. كلها تعتبر محسسات. في أشخاص مهم. كتير بتتحسس منها. مهم. الموضوع الحساسية بأي عمر بيبين دكتورة عادة كمراجعينكم، سواء كانوا أطفال أو مثلا كبار بالسن؟ في مفهوم موضوع الحساسية أنه بيصل لعمر معين بتنتهي عنده الحساسية. لو تشرحي لنا هالموضوع هذا دكتورة. والله الحساسية الأنفية، إنه التحسس الأنفي بيبدأ بأي عمر. مهم. أي عمر ممكن يبدأ. نعم. طبعا عند الأطفال كتير صغار فشوي أقل، لأنه لسه بيكون الحديثي الولادة، أو مثلا مهم. هدول الصغار لسه بيكون عندهم الأضداد من أمهم يعني أخذينها. تماما. فشوي هيك عندهم يعني نسبة الحساسية شوي أقل من غيرهم. مهم. بس غير هيك، يعني إذا قلنا فوق سن الرضيع مهم. بيحدث بأي عمر.
تماما. بأي عمر نفس الشيء. مهم. بس طبعا انه حسب التعرض، مثلا اذا كان بده يتعرض التحسس هو من مواد كيميائية او مواد دوائية، فاكيد التعرض الكبير هو اكثر من الصغير، تماما. حسب المحسس اللي عم يتعرض عليه. بس بيبدأ بأي عمر وبيستمر طول العمر للأسف. مهم. ها هون المشكلة، هاي الحساسية المصاحبة للمريض. دكتورة، كمان سؤال آخر، يا ترى الحساسية بتعدي مثلا من شخص لا 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 معافى، ابدا بتعدي شيء؟ ابدا لا تماما، هي حتى كمان لا المستمعين ابدا. يستفيدوا منها. وصلنا لموضوع العلاج دكتورة، دائما بموضوع العلاج بنركز فيه. يا ترى في له علاج يعني نهائي أو كلي أو لا؟ هلا علاج جذري للحساسية لسه ما اكتشف. مهم. موضوع اللقاحات، حتى اللقاحات بتجي بشكل سنوي، مهم. بتنعطى بشكل سنوي، بتتكرر يعني، لازم ياخذها بشكل دوري المريض. مهم. المعالجة الأشيع اللي هلا نحن عم نتبعها هي المعالجة العرضية. نعم. يعني مثلا شخص عنده تحسس ربيعي، بنبلش معه من أول الربيع لآخر الربيع مهم. إنه بأنتي هيستامينات، مضادات تحسس يعني أنتي هيستامينات، وبنعطيه كمان مضادات تحسس موضعية يعني أنفية. نعم. في ناس ما بتستجيب للأسف لهالأمور، مهم. فنضطر نعطيهم كورسات كورتيزونية يعني. مهم. طبعا بنحاول نحدد قدر الإمكان من هالموضوع الكورسات مهم. الكورتيزون، لأنه هذا المريض دائما بنبدأ معه بشكل البسيط، فإذا تماما. استجاب للبسيط بيكون أحسن بكتير منه مهم. نزيد الجرعة عنده. ممكن أحيانا نآزر بين نوعين من مضادات التحسس، الأنتي هيستامينات. أيوة. آه، بس كمان مثل ما قلت لك، الموضوع المعالجة هي عرضية. مهم. وبتضل الأهم شغلة بمعالجة التحسس هي الوقاية. تماما. فإذا الشخص عرف من إيش عم يتحسس، يحاول قدر الإمكان يتجنبه. مهم. مهم. يتجنبوا بأي شكل، مثلا بكمامة أو بالغسولات الملحية مهم. مثلا، سواء الملحية بيحاول إنه يغسل فيها بشكل دوري خلال إذا عرف حاله تعرض لمثلا محسس معين، ممكن بس يوصل على البيت مهم. يحاول يعمل هيك غسول دوش أنفي نسميه، أيوة. إنه بسيروم ملحي هو، نعم، بس بإذن إنه الله. ممكن يتحضر بالبيت بشكل مهم. كاسة مي معلقة صغيرة ملح، يحاول يغرغر فيه ويغسل فيه أنفه، مهم. بحيث إنه يحاول يتخلص من الشوائب اللي علقت عنده أها. بالمخاطية. تماما. ورغم ذلك فإنه أكيد بده، إذا تأزمت الحالة معه بده معالجات، بس المعالجات عرضية، وإذا يعني رجع يتعرض لنفس المحسس مهم. راح يتعرض لنفس الوضع. أكيد. دكتورة، ذكرتي وحكيتي شوي عن النصائح الوقائية. نحن دائما بنختم برنامجنا أو لقائنا بنصائح وقائية من الطبيب الضيف. فلكل مستمعينا للي عندهم هالموضوع، موضوع الحساسية، بجملة أو جملتين يا ريت يعني تفيدينا أو تفيدي المستمعين عن الموضوع الحساسية لنختم حلقتنا. مثل ما قلنا مم. انه اهم شيء يعرف المريض، يحاول يعني يعرف من ايش عم يتحسس. يعني مهم. اذا مثلا من الحيوانات فحاول يتجنبها يعني. تماما. اذا من غبار الطلع يحاول انه يغطي على الانف والفم خلال، مثلا اذا بده يطلع، يطلع على رحلة على شغلة، مهم. فيحاول يتجنبون. مهم. وكمان بعدين بس يرجع على البيت ممكن يعمل مثل ما قلنا غسولات أنفية. نعم. اي شخص مثلا في عنا كثير مسميه داء الحلاقين، في ناس مهم. بتشتغل الحلاق او هاي، فكتير عندهم تحسس من السبريات، من مهم. بخاخات. فيحاول مثلا لما يشتغل يغطي على انفه، لانه الوقايه دائما هي افضل علاج، خاصه لموضوع أكيد. ما له حل جذري نهائيا. مهم. فقدر الامكان هو اول شيء الاعراض بتيجي بترجع، يعني بتعالجها بتتراجع، مهم. بس احيانا بنوصل لاختلاطات ما عاد تتراجع الا بتداخل جراحي او أكيد. نعم. دكتورة، أحد المستمعات أو المشاهدات عم تسأل، مضطرين نسأل سؤالها ولا نختم حلقتنا. هي اسمها شمس، عم تسأل إنه عندي حساسية دكتورة، مرات عم تجيني حرارة، بحس بشوية ضيق نفس، يا ريت لو في علاج أو مسكن. طبعا أكيد عبر بنحاول نفيدها أو نجاوب على سؤالها. هي عم تقول إنه عندها حساسية، مرات بتجيها حرارة وبتحس بضيق نفس. هلا مم. اذا حراره حقيقيه، ترفع حروري، هذا مم. ما راح يرتبط مع الحساسيه يعني. تماما. بس اذا بس انه موضوع تسكيرة الانف، يعني بدنا نترجمه بشكل وزمي داخل الانف نعم. نتيجه التعرض للمحسس. فهون ممكن تاخذ بخاخ انفي للتحسس، في بخاخات كتير صيدليات. متوفره يعني. نعم.
إن كان وطنية وإن كان أجنبية، في بخاخات تحسسية مهم. هي بتجي على شكل جرعات خفيفة من الكورتيزون، بس تماما. كان يعني هي موضعة، فتأثيرها الجهازي كتير خفيف، يعني مهم. ما في داعي أبدا للخوف من البخاخات لأن فيها الكورتيزونية. يعني أكيد. ممكن يستعملها المريض بشكل سليم تماما لثلاث مهم. شهور كاملة وبلا خوف يعني. تماما، بدون أعراض أو تأثيرات. تماما. بنهاية الحلقة واللقاء بشكر كثير الدكتورة نرجس حصاف، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحتها، على هالمعلومات القيمة. شكرا كثير لك دكتورة. أهلا وسهلا، متشرف فيكم على عيني. شكرا كثير لكم مستمعينا ومتابعينا. شكرا لحسن المتابعة. بنتمنى تضلوا بخير وسلامة للقاء الجاي والأسبوع الجاي وحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.